السلام عليكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا بصحه جيده. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بافضل حال. عذرا على التاخير، الله غالب، فوق الجهد غيبت عليكم ظروف، عندي مام ظروف في القناه، راه عندي واحد الامور فيها ما مش مريقلين، لذلك غيبت عليكم هذا الغياب كامل. وان شاء الله راني رجعت لكم، وان شاء الله يا ربي يدوم التواصل بيناتنا يا رب. اليوم جيت ندير معكم اعزائي المشاهدين، ندير معكم سكوتشو بحجم عائلي، حجم كبير، راح نديروه مع بعض. ديروه لوليداتكم، راه قريبه الويكاند وكاع، وراهم قريب يجوا الامتحانات، ديريه ضربه واحده وتحطيه منه كل يوم ويقطع لكم كميه كبيره. الحاجه الاولى اللي نقولوا بسم الله ونصلوا على رسول الله. واش نحتاجوا في هذا المسكوتشو؟ الحاجه الاولى اللي نبداو بها نحتاجوا قرصه الملح اللي دائما نقول لكم عليها، نحتاجوا 4 تاع البيضات كما راكم تشوفوا، حجم يكون شويه كبير خاطرش المول تاعنا كبير. بسم الله، راح نديروا البيضات تاعنا. بطبيعه الحال لازم تكونوا غسلتوا البيض تاعكم ونشفتوه، ويكون حطيتوه برا باش يدي درجه حراره الغرفه، ما يكونش من الفريجيدار بهذا الشكل. نحتاجو ثاني كاس تاع السكر بهذا الشكل كيما هكا، كاس تاع السكر نفرغوه كامل هنايا ونطلعوه بالباطور. بالنسبه اللي ما عندهمش الباطور تخدم غير بالفوي، تقدري اختي الكريمه تخدمي غير بالفوي، لكن لازم يكون عندك لا فورس، الجهد باش تقدري كيما حنا نقولوا تضربي داك البيض شويه مع السكر. انا راح نستعمل الباطور، حاولوا تطلعوه حتى كيما حنا نقولوا الخليط يولي ابيض كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين. شوفوا الخليط تاعنا كيفاه رجع. درك واش راح نضيفوا الزيت. هذه هي الزيت، نديروا كاس ناقص اصبع تاع الزيت، راح نديروه على 3 دفعات او دفعتين، ما يهمش شحال دفعه، 2 خطرات ولا 3 خطرات معليش. وثاني نضربوا بالباطور. هذه الدفعه الثانيه ونضربو تاني. وهذه الثالثه بهذا الشكل. راح نضيفو ثاني مبشور الليمون، اللي ما عندهاش مبشور الليمون يقدر يدير غير ذوق الليمون ولا يدير لافاني. هنا ثاني زدت شويه ذوق الليمون، وراح نضيف ثاني لافاني، نضيف شويه لافاني بهذا الشكل هكا، مغرف صغيره تاع لافاني، ونخلطوا ثاني كلشي مع بعض. ودروك راح نضيفوا الحليب يكون دافي، ما يكونش بارد، دفيوه شويه، راه البرد ديجا. نديروا كاس حليب، فوالا كاس حليب. انا راني دفيت الحليب، نضيفوه ثاني على دفعتين. ونزيدو الدفعه الزوجه هكذا بهذا الشكل، ونخلطوا الخليط مع بعض. نضيفوا الكاس الاول تاع الفرينه بهذا الشكل، ونضيفوا معاه 2 باكي تاع خماره تاع الكاطو، الوزن 10 غرام. ونخلطوا المكونات هادو الاولى مع بعض. حاولوا انكم هكا ديروا في الاول، باش ما يطلع لكمش هذاك الاخر تاع الفرينه. راح نضيفوا الكاس الثاني
يعني هنا انا راني مغربله زوج تاع الكيسان ونص، يعني زوج كيسان ونص راني دايرتهم هنا، ونزيد نشوف على حساب الخليط كيفاش يكون عندي. هنا هذا هو الكاس الزاوج، ونخلطو تاني. راح نضيفوا له الفرينه، يعني راح نضيف نصف كاس، هذا هو اللي راه باقي لي، راح نضيفه كما قلت لكم عبرت زوج كيسان ونص. درك هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه كما راكم تشوفوا. دوك شا غادي ندير، غادي نجيب المول الصينيه اللي راح ندهنها بشويه تاع زيت ولا زبده ونرشها بالفرينه باش نديروا الخليط تاعنا. غادي نرجع لكم اعزائي المشاهدين، هذه هي الصينيه اللي عندنا اللي راح ندير فيها المسكوتشو. الحق مازال ما عبرتهاش، دوك نعبرها لكم ونقول لكم يعني العبرت تاعها في اخر الفيديو. بسم الله، راح نخوي كامل الخليط. هذا شكل هكا، حاولوا انكم تخبطوه يعني زوج خبطات ولا ثلاث خبطات على البوطاجي هكا باش يتساوى لكم الخليط. وجيبوا الى عندكم يعني حاجه هكا رقيقه ولا كيردون ولا حاجه هكا، حاولوا انكم تمشوا بها هكا يعني باش ما يواسيلكمش، ما يغسلكمش المسكوتشو، خرجوا منه هذوك الفقاعات تاع الهواء بهذا الشكل هكا. انا راني شاعله الكوشه تاعي تسخن، يعني ما تسخنش بزاف، لازم الكوشه تكون دافيه خاطرش المسكوتشو ما يبغيش السخانه. كون تدخليه في كوشه تكون سخونه يعني يطلع لك بالخف والداخل يقعد لك هكاك يعني خضر. لذلك انا الكوشه تاعي غير تتفالي واحد شويه، راح ندفع المسكوتشو فيها يطيب، نطفي الفوقاني ونخلي التحتاني على نار هاديه ونخليه يطيب، وكي يوجد نرجع لكم ان شاء الله. راني رجعت لكم اعزائي المشاهدين، كما راكم تشوفوا خدات هذا اللون يعني شحال شباب، وشوفوا كيفاش جات يعني ما شاء الله. انا هنا جبت شويه تاع المعجون، يعني شوفوا كيكه بسيطه ديروها لوليداتكم تفرحون بها يعني في هذا الويكاند وكاع، يعني كما حنا نقولوا تبغي ديريها حتى هكا وتديها في يدك، يعني مليحه وسهله وتقطع لك كميه كبيره بهذا الشكل. يعني جيبوا شويه معجون، اي معجون عندكم، مشماش من الاحسن يكون تاع المشماش وحاولوا انكم تمشوه على كامل المسكوتشو. ونجيبوا واحد شويه تاع يعني مواد كوكو للتزيين فقط. عندكم القوقاو يعني ديروا، عندكم اللوز ايفيلي اللي كان عندكم، اللي متوفر عندكم ديروه بهذا الشكل. انا غادي نخليها تبرد ونقطعها معكم ان شاء الله ونوريها لكم في صحن التقديم. راني رجعت لكم اعزائي المشاهدين، هذه هي المسكوتشو تاعنا يعني بعد ما كملنا شتو التزيين درناه مع بعضه كامل. شوفوا يعني كيفاش جات، يعني جات ما شاء الله. هنا كنت ديجا قسمت منها، شوفوا يعني جات ما شاء الله وتقطع يعني كما قلت لكم كميه كبيره. هذه هي المسكوتشو تاعنا كما راكم تشوفوا، شوفوا شحال تجي عاليه وتجي خفيفه ومهويه يعني ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها، وبلا ما تنساو اختكم ابراهيم بهذاك اللايك والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وان شاء الله يدوم التواصل مع بعض، وادعوا لي من هذا المنبر ربي يسهل عليا ان شاء الله. وهذه هي، الى اللقاء.